الشيخ علي الكوراني يصرح بكفر الصحابة. مسألة أخرى يا شيخ عثمان، بالنسبة لتكفيرنا نحن لمن خرج عن الإسلام، أنا شارح لك إياها مرات ومرات، شارحها في البالتوك في مناظراتنا الكتبية معك. أنا قلت لك أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتبروا أن الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله كفر، والذين ردوا عليه أن يكتب كتابه كفروا. النبي أمرنا أن نعاملهم معاملة المسلمين لما قال ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا، وردوا عليه كفروا، كلهم كفروا. سأل علي رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ستغدر بك الأمة، وبيرويها الحاكم سند صحيح، قال له أو أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة ضلالة؟ قال بمنزلة ضلالة إلى المسلمين. النبي قال عاملهم مسلمين، كلهم نحن نعاملهم معاملة المسلمين، ولا نكفر إلا من نصب العداوة بحسب الصحاح عندكم يا شيخ عثمان. أنا حبيت نفهم فقط ما قلته في الصحابة، قلت اللي رفضوا كتابة الخطاب قلت هم إيش حكمهم؟ كفار. قلت أنا باتفاق المسلمين الراد على رسول الله كافر، فإذا باتفاق المسلمين تقول يعني والذين ردوا عليه أن يلتزموا، هو ليش طلب منهم ائتوني بدوات وقرطاس؟ يعني التزموا بتنفيذ الكتاب اللي راح. طيب يعني هل تقصد يا شيخ الكوراني، هل تقصد إنه يعني عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وآخرون داخلين في هذا السياق؟ شوف يا عيني، افهم علي انت، اقول كل من رد على رسول الله فقد كفر. ثم انا بسألك سؤال، انا اسألك بشكل ابسط جدا، هل تقصد ان الخليفة الراشد الاول والثاني من هؤلاء الذين تتحدث عنهم في سياق الكفر؟ يعني من اللي النبي قال سعاملوهم معاملة مسلمين، وإلا بإجماع المسلمين الراد على رسول الله كافر. أخي هم بالنسبة لأغلبية المسلمين الساحقة يجمعوا على أنهم لا، بس أقول لك يا شيخ الكوراني، أنا حديك فرصة أشرح الأمر. أغلب المسلمين يتقربون إلى الله بحب هؤلاء، يعني كثير أغلبية مثلا أقول لك 800 مليون شخص. في عندنا عنوان أولي وعنوان ثانوي، انت ما بتعرف العنوان الاولي والثانوي، خليه هو يجاوبني. بالعنوان الاولي كل من رد على رسول الله كفر. اوكي شيخ الكوراني ان شاء الله الوقت الحصه هذه انتهى، بنواصل بكره، حيرد عليك الشيخ عثمان الخميس.